النهارده بقى جايبة لست البيت كنز مش هتستغني عنه، وهو الخلاط التورنيدو ده. بجد تحفة مش هتستغني عنه في المطبخ. هتعملي فيه كل حاجة، هتعملي فيه الكفتة بتاعة الرز، هتفرمي فيه الرز، هتفرمي فيه كمان الفراخ، هتفرمي فيه التوم، هتفرمي فيه البصل، هتفرمي فيه الطماطم، هتعملي كفتة الرز في البيت. بجد تحفة. تابع الفيديو للنهاية يا قمر، بجد هتستفيدي. ولايك من ايديك الحلوة، وهنشوف الاستخدامات الحلوة بتاعة الخلاط بتاعنا ده. طبعا انا جايبه لكم الريفيو عنه بعد ما استخدمته هنا. اول ما كنت لسه جايباه ما شاء الله، وسعره مش غالي خالص خالص خالص، تقريبا عامل 1250، يعني حاجة لا تذكر. هتجيبيه من اي حد بتاع اجهزة كهربائية جنب منك، حاجه كده في منتهى الجمال. انا مش هنا عامله لك اعلان ولا حاجه، ولا حد جايبه لي وعامله له اعلان وانا هقول لك اشتريه من البيدج ولا اشتريه من صفحه، لا ابدا. انا جايباه من ناس عندي عادي بتبيع اجهزه كهربائيه، بس استخدمته وقلت افيد بقى متابعيني وحبايبي. ما شاء الله، جميل جدا في منتهى الجمال. انت اسألي عنه، اسمه تورنيدو، خلاط تورنيدو، جميل جدا. بيجي معاه الشفشق واتنين مصحنة بالمنظر ده، وده الجسم بتاع الخلاط، وبيجي كمان معاه الضمان بتاعه. تعالوا بقى نستخدمه في حاجاتنا اليومية اللي لا غنى عنها. السلك بتاعه ما شاء الله اهو، بيجي برباط كده، وتقدري تدخليه هنا وتخرجيه زي ما انت عايزة. ما شاء الله. هنبتدي ان احنا نفرم فيه التوم كده ونجرب التوم. تمام كده ما شاء الله. هنا بعد ما فرمت التوم هتضغطي كده تفرمي التوم، هيفرموا معانا بكل سهولة. شايفين؟ انا عندي ملحوظة صغيرة بس، ان الخلاط الفيشة بتاعته صغيرة بس كده، لكن هو استخداماته في منتهى الجمال. ما شاء الله عليه. شايفين؟ هنا فرمت التوم، الله اكبر عليه. وهنا شكل التوم بعد ما اتفرم، مفروم معايا ناعم. تعالوا كمان نجرب الفلفل الاخضر ده، كمان فرمت الفلفل. طبعا المصحنة دي مش للتوابل وبس، لا ده انا عملت فيها الثوم وعملت فيها البصل وعملت فيها الفلفل وكل حاجة، وقدامكم على الطبيعة اهو. شايفين؟ ما شاء الله، عملت فيه كل حاجة. تعالوا نشوف هنستخدم بقى الخلاط. هنعمل فيه الطماطم. عايزة اقول لكم بيعصر لي الطماطم جدا جدا، تطلع معايا ناعمة وفي منتهى الجمال. ما شاء الله. عصرت الطماطم، شايفين؟ عصرها لي بكل سهولة. ما شاء الله عليها، طالعة ناعمة جدا جدا، مش خشنة ولا أي حاجة. وبرضو انت تتحكمي فيها، لو عايزاها خشنة اضربي ضربتين صغيرين، عايزاها ناعمة اضربي برضو تاني. فما شاء الله. حابة اوريكم هنا شكل الطماطم وهي مضروبة ناعمة خالص، لو صفتيها مش هتلاقي فيها أي حاجة. تعالوا هنا نفرم كمان البصل، وادي البصل بعد ما ضفناه في الكبة. وهنا برضو فرمنا البصل. وممكن كمان لو انت حباه خشن شوية عن كده تفرميه فرمة صغننة، هيطلع معاكي خشن. فما شاء الله. وعملت منه احلى كفتة كمان. وعملت كمان الطحينة، بدل ما نشتريها من بره لا هنعملها في الخلاط بكل سهولة. شايفين؟ ضفت كده شوية زيت، وبعدين هضيف السمسم المصحون. طبعا السمسم ده برضو انا صحنته في المصحنة اللي هي بتاعة التوابل اللي قدامكم دي، برضو في قلب الخلاط. وابتديت ان انا اضيف بقى السمسم مع الدقيق مع الزيت كده، وضربتهم في الخلاط. وعملت احلى طحينة. بدل ما تشتريها من بره اعمليها بنفسك في البيت في الخلاط، لان بجد الخلاط ده وفر عليا حاجات كتير كنت بشتريها جاهزة. لا، بقيت اعمل فيه كل حاجة بدل ما اخرج اشتريها من بره. سهلة جدا وبسيطة. والخلاط ده خلاني ان انا استغنى عن حاجات كتير، ووفرت كتير في المطبخ. شراء حاجات جاهزة لا، عملت فيه كل حاجة. وادي الطحينة بتاعتنا ما شاء الله وهي في الخلاط. شايفين الجمال والحلاوة؟ بعمل كمية كبيرة من اول الشهر تكفيني الشهر كله، يعني كل شهر بعمل الطحينة في الخلاط بدل ما اشتريها من بره، سعرها بقى غالي جدا. هنا انا عملتها وما شاء الله مليت البرطمانات بتاعتي كلها، وعملت احلى طحينة في الخلاط. تعالوا كمان نعمل مع بعض الدقة بتاعة السمك، دقة البتنجان، اعملي فيه كل حاجة. هنا ضفت توم على فلفل وفرمتهم مع بعض عشان اعمل الدقة بتاعة البتنجان والسمك في نفس الوقت. ما شاء الله. شايفين منعمها معايا وطالعة ناعمة جدا ازاي، في منتهى الجمال. بعبيها بقى في برطمان كده وبشيلها في باب التلاجة. لا، وعملت كمان عجينة الطعمية فيه، طالعة معايا في منتهى الجمال. بضيف عليه كده التوابل،
وباعينها في البرطمان ما شاء الله عليها. لأ وكمان عملت إيه، الكيكة في الخلاط طالعة معايا في منتهى الجمال، بيخلّيها معايا هشة جدًا بدل ما تعمليها يدوي وإيدِك توجعِك، لأ اعمليها كده في الخلاط طالعة معايا في منتهى الجمال. ضربت الزيت والسكر والبيض كل ده في قلب الخلاط ما شاء الله، وضِفت عليهم برضه الفانيليا ومعلقة خل وضربتهم وعملت ميكس جامد كده ما شاء الله، شايفين لغاية ما اداني لون أبيض. وضِفت عليهم كمان عصير برتقان أو بيبس برتقان، وعملت أحلى كيكة في الخلاط ما شاء الله عليها جميلة جدًا. وتضربي بقى المكونات دي كلها في الخلاط، لإنها الخطوة بتاعة الخلاط دي بتخلّي الكيكة تطلع معاكِ هشة وعالية جدًا، حتى لو مش هتعمليها في الفرن. أنا عاملاها على عين البوتاجاز ما شاء الله، وبالرغم من كده عشان عاملاها في الخلاط طلعت معايا عالية جدًا وهشة. ليه؟ لإني ضربت مكونات الكيكة في الخلاط وادّتها بقى هوا كده وخلّتها حلوة، عشان كده طلعت معايا أحلى كيكة ما شاء الله. وأنا هنا اتعمدت إن أنا أعملها على عين البوتاجاز قدّامكم، ومع ذلك طالعة معايا هشة جدًا أحسن ما أعملها في الفرن. ليه؟ لإن أنا واثقة في الخلاط بتاعي طلّع لي الكيكة هشة وجميلة جدًا، عشان الخلاط حلو ما شاء الله. شايفين خلاط تورنيدو ده في منتهى الجمال، جرّبوه وهاتوه. ولأ وكمان ضربت فيه الرز، فرَم لي الرز. بتنقعي الرز كده لمدة ساعة، وبعد كده بتاخدي الرز تفرميه في الخلاط أو في المطحنة زي ما أنتِ عايزة، لكن أنا عايزة أقول لِك أنا عملته في الخلاط. فرمت الرز وفرمت كمان البصل وفرمت البطاطس، عمل لي كل حاجة. وكمان فرمت الخضرة، الشبت والبقدونس والكزبرة، كل الحاجات دي فرمتها في قلب الخلاط. وآدي كمان البصل فرمته هو كمان. وهنا الخضرة باقطّعها تقاطيع صغيّرة كده عشان أفرمها هي كمان في قلب الخلاط. ما شاء الله شايفين مطلّع معايا الحاجات في منتهى الجمال. والبطاطس هنا برضه باخرّطها زي ما إحنا شايفين عشان أضربها. وهنا الرز ما شاء الله نعّمه لي، مطلّعه معايا ناعم جدًا. وهنا صدر الفراخ برضه هنضرب الفراخ كده في قلب الخلاط، هنفرمها في الخلاط عشان نطلّع معانا أحلى كفتة فراخ ما شاء الله، كفتة رز بالفراخ. تعالوا نقطّع الفراخ ونضيفها كمان هي كمان في قلب الخلاط كده. يعني ضربت كل حاجة في قلب الخلاط بتاعي ده تحفة، عمل لي أحلى كفتة بدل ما أخرج أعملها برّه. يعني كمان فرمتها، يعني أنا استخدمت مفرمة واستخدمت خلاط واستخدمت مطحنة واستخدمت قطّاعة للخضرة، يعني كل حاجة عملها معايا ما شاء الله. شايفين الرز بعد ما ضربته في الخلاط طالع معايا ناعم جدًا أهو في منتهى الجمال. بأكد عليكم إن هو فرم الرز ما شاء الله عليه. باخد شوية الرز كده تدريجيًا وبافرمهم، وهنا البصل وأنا بافرمه برضه اتفرم معايا بكل سهولة. وبعدين هاضيف عليه الخضرة وهاضيف عليهم شوية مَيّة، وهنعمل مع بعض أحلى كفتة رز بالفراخ ما شاء الله. لأ وإيه كمان هاضيف البطاطس هي كمان أهو، أخدت البطاطس وبقيت أضيفها كده في قلب الخلاط واتفرمت معايا بكل سهولة. وعملت أحلى عجينة كفتة في الخلاط، بدل ما تروحي تعمليها برّه وتدفعي فلوس كتير كده، الخلاط ده وفّر عليكِ حاجات كتير ما شاء الله. وهنا بعد ما فرمت كل حاجة لعجينة الكفتة شايفين باضيف عليها بقى التوابل وباضيف كل المحتويات. وفرمت بقى صدر الفرخة ما شاء الله، طلّعت معايا أحلى كفتة رز. شايفين جمالها وحلاوتها. تعالوا كمان نعمل مع بعض مرقة الدجاج. كلنا بنشتري مرقة الدجاج وبيبقى فيها مواد حافظة، لأ اعمليها في البيت بنفسِك بكل سهولة. شايفين ولادي فرحانين أوي بالخلاط كمان ما شاء الله. عملت فيه مرقة الدجاج شايفين التحفة. وابتديت إن أنا أعبّيها كده، أقطّعها بعد ما سِبتها طبعًا في الفريزر مسكت نفسها، وقطّعتها بقى مكعبات صغيرة كده وهاحفظها في علب وأشيلها في الفريزر. وعملت مرقة الدجاج اللي هتكفّيني الشهر كلّه. وتعالوا نشوف بقى الخلاط بتاعنا مرّة كمان، اسمه خلاط تورنيدو ما شاء الله. آدي الشفشق بتاعه بييجي بالمنظر ده، ومعاه المطحنة دي ومعاه مطحنة تانية. جرّبوها هيعجبكم أوي، ومعاه شهادة الضمان بتاعته ما شاء الله. والفيشة بتيجي بالمنظر ده، وده شكل الكرتونة وده شكله كده. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش يا أمارات اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد أنا باقدمه. والنهارده كنا مع خلاط تورنيدو، أحلى خلاط في مصر.